قطعه ارض كبيره، وما بدي مصر يعني اي دوله في العالم مش مصر، حتى لو اعظم دوله في العالم دائما بتدور على شيء اسمه الايكونومي، العمليه الاقتصاديه. وكون مصر الان بتمر بمرحله اقتصاديه عظيمه كجسور وكباري وعاصمه اداريه وبدر، ففي ضغط مالي قوي جدا الان في نهضه مصر. فمن الطبيعي هيبقى اي مشروع جديد ومش مدعوم، فمن الطبيعي يكون هاكل على الدوله. فانا فكرت بشيء، قلت ليه ما انا ادور على الميزه اللي موجوده في مصر، اللي بقى بيسموها المصالح تتصالح. نعم. ايه بقى الميزه اللي موجوده في مصر وايه الميزه اللي موجوده في الدول الاخرى؟ الدول الاخرى تمتلك المال، تمتلك الاستثمارات. نعم. ومصر تمتلك الارض، وتمتلك المناخ العالمي، وتمتلك السمعه الطيبه، وتمتلك امور كثيره يعني ليس لها مثيل. فقلت نجمع العمليه الاستثماريه ما بين المستثمرين معلش انا بقول عاصمه دوليه، وتعالى اعمل ارض وحط عليها شوارعك وحط عليها، يعني سمة نبسطها للناس، ممكن الناس مش فاهمه الموضوع مظبوط. يا ريت نقوله للناس اللي هي لاول مره الموضوع اللي ما دخلش على صفحه الدكتور طارق ابو خلف على الفيسبوك وشاف الفيديوهات الاخيره عن اطلاق العاصمه العالميه هيسمع الفكره كالتالي. نعتبر ان هاي ارض خدناها من الدوله، خدنا 5000 فدان. تمام. الارض دي بنيجي طلبت ان انا فرضا اروح على السفارات، على سبيل المثال اروح على السفاره الفرنسيه. جميل. اقول للسفاره الفرنسيه شوف انا معي حته الارض دي، وانا عايزك اذا تاخد الحته دي منها اديها لك، والحته هاي بدي منك انك انت تبني عليها شيء تصميم مجسد لبرج ايفل. طبعا مش شيء عظيم الايام، معلش اجيب حداد يعمل لك برج ايفل. يعني هي مش الشيء العظيم، باحترامي لفرنسا لا يترجموها يقولوا لي مش عايزين نشتغل معاك. فالقصد انه يعني مش انه نجيب كذا برج ايفل تصميم مصغر. الارض البلاط هيكون مثل اراضي بلاط الفرنسي بالظبط. المطاعم نفس الستايل. نعمل باريس داخل هذا المكان، ونعمل كمان سكن يعني معماري انه يسكن فيه بس الفرنسيين، يعني نعمل مدينه مصغره لفرنسا على سبيل المثال. نروح على السويد نفس المبدا، نروح على ايطاليا برج المائل، نروح على السعوديه وعلى الاردن وعلى كل الدول العربيه، المغرب كل الدول العربيه. يبقى كل واحد ياخد منطقه ويبنيها. شوف الفائده مش بس، شوف اول شغله السياحه. الان انت تتكلم عن السياحه، انا كمغترب او بدي اطلع سياح، طب انا شو اللي جبرني اروح على فرنسا ولا اروح على المانيا ولا اروح على اي دوله عربيه عشان ايش الكلام ما يبقاش محدد لاي بلد انه اروح عليها؟ لا، طب ما انا انزل على مصر، اقعد في مطاعم فرنسا، واقعد في اتفرج على برج ايفل واخذ صوره وراه، وبعديها اركب عربيتي انا واولادي سيارتي اروح على السويد، وبعد ذلك اروح على كذا واعمل رحله جميله داخل مصر.